صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة مهما حصل، مهما كانت الظروف. في حاجة جميلة أوي لو عملتها الناس كلها هتحبك، تبقى محبوب بين الناس، وأهم من ده كله ربنا بإذن الله بإذن الله هيرضى عنك، ربنا هيحبك جدا. الحاجة دي مش هتغرم فيها ولا مليم، ببلاش عشان الظروف اللي احنا فيها، في نفس الوقت سهلة أوي، ممكن تعملها مع أي حد. الحاجة دي هي جبر الخواطر. يعني إيه جبر الخواطر؟ يعني كل لما بتقابل اي حد بتعمل حاجة تبسطه، هي دي جبر الخواطر. حاجة بسيطة كده، جبر الخواطر، وبالذات مع الناس اللي اقل منك او اصغر منك، او الناس اللي ليك سلطة عليهم. ما تتخيلش هي بترفع درجتك عند ربنا اولا ثم عند الناس قد ايه. جبر الخواطر هو ان انت لما حد يديك هدية مهما كانت قليلة تاخدها منه وتبين له قد ايه انت فرحان بيها. جبر الخواطر ان لما حد يقول لك كلمة حلوة تحسسه قد ايه الكلمة دي بسطتك وريحتك. جبر الخواطر هي انك تقدر اي حاجة حد بيعملها لك مهما كانت في نظرك تافهة وملهاش قيمة. جبر الخواطر هي ان انت لما تشوف حد لابس هدوم جديدة او حد جايب حاجة جديدة مهما كانت بالنسبة لك رخيصة او انت شايفها مش غالية، تحسسه بانها حلوة جدا. تشوف حد خاسس تقول له ده انت خسيت، تشوف حد لابس هدوم حلوة تقول له كلمة حلوة. جبر الخواطر هو عبارة عن كلمة حلوة بتقولها لأي حد يديك حاجة، او بتشوفه او بتقابله في اي حتة فيتبسط جدا. جبر الخواطر هي ان لما ولادك يعملوا حاجة كويسة تحسسهم بالانجاز اللي هم عملوه. جبر الخواطر هو ان انت تضحك في وش الناس وتقول لهم صباح الخير، وتقول لهم لو سمحت وحضرتك مهما كانوا اقل منك. جبر الخواطر دي حاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي. دي امثلة بسيطة منها، بس ما تتخيلوش جبر الخواطر مع انه عمل سهل ببلاش ممكن تعمله مع اي حد، ان شاء الله هيترد لك من عند ربنا بمعجزات إلهية. وأنا بقول لكم الكلام ده عن خبرة، ومن أشهر الناس اللي اتكلموا في جبر الخواطر هو الدكتور حسام موافي، وليه قصة مشهورة خشوا شوفوها على اليوتيوب إزاي إن جبر الخواطر أنقذ حياته في يوم من الأيام. خليكم ماشيين وسط الناس تجبروا بخاطرهم، وأحلى دعوة هتلاقي الناس بتقولها لك ربنا روح ربنا يجبر بخاطرك يا ابني زي ما جبرت بخاطري. يا رب يا رب كل اللي يشوف الفيديو ده يمشي وسط الناس يجبر بخاطرهم ويبقى محبوب وربنا يرضى عنه ويعيش في سعادة. صباح السعادة.